النهاردة إن شاء الله في الفيديو ده هنعرف كل تفاصيل العيش البلدي الفلاحي في البيت، من غير مطرحة ومن غير فرن ومن غير رحة أصلا. وكمان لو ما عندكيش أي خبرة عنه هيطلع معاكي عيش في منتهى الجمال زي ما انتي شايفة. بس خليكي معايا لنهاية الفيديو. العيش ده كمان عاملينه بدقيق التموين، الدقيق اللي بنصرفه على البطاقة. هقولك لو ما عندكيش الدقيق بتاع التموين ده هقولك تعمليه بالدقيق الابيض، تضيفي عليه ايه وتعمليه علشان يطلع معاكي العيش بالحلاوه والجمال اللي انت شايفاه ده. بس زي ما قلت لك خليكي معايا لنهايه الفيديو. يلا نشوف عملنا العيش الحلو ده ازاي. بنسمي بسم الله ونصلي ونسلم على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. ضفت كوباية مية كده وهضيف عليها معلقة كبيرة من الخميرة البيرة. الخميرة البيرة الطرية دي بتاعت المخابز، هضيف معلقة كبيرة منها علشان الجو البرد، الجو الشتاء اللي احنا فيه. بعد كده لو ما عندكيش خميرة المخابز دي يبقى خلاص استخدمي كيس من الخميرة الفورية. بعدين هضيف عليها معلقة صغيرة كده ممسوحة من السكر وادوبهم مع بعض لحد ما يدوب الخميرة كده والسكر. وبعدين هضيف عليهم معلقة كبيرة ممسوحة من الملح اهو زي ما احنا شايفين، زائد معلقتين كبار من الزيت. المية بتكون دافية في الشتاء يا جماعة لأي نوع من المعجنات. دوبناهم بالشكل اللي احنا شايفينه. هننزل كده بكيلو من الدقيق. انتي لو اول مرة هتعملي ابتدي في كيلو او نص كيلو. يعني لو اول مرة هتعملي العيش يفضل انك تبتدي في نص كيلو وتعملي العيش احجام صغيرة وبرضه هيطلع معاكي زي الفل. ابتدينا كده نعجن وبعد كده هنزود المية شوية بشوية لحد ما نوصل لقوام العجينة اللي هنشوفه مع بعض. اهم حاجة في نجاح العيش ده يا جماعة اللت والعجن كده فيه كتير، نقعد نلت ونعجن فيه لحد ما هنشوف قوام العجينة كده مع بعض. اهو شايفين العجينة معايا هنا، تحسي العجينة خشنة. طبعا هزود المية زي ما احنا شايفين كده حبة حبة لحد ما هتشوفوا قوام العجينة معايا. طبعا هنعمله بالنشابة او اللي هي المردنة او الفرادة، يعني زي ما بتسموه. اهو زي ما احنا شايفين كده يا جماعة بنعجن فيها زي ما قلت لكم. نخدمها كويس في العجين عشان ناخد نتيجة حلوة منها. وشايفين الحركة اللي انا بعملها دي ضرورية جدا للعجين. ده قوام العجينة يا جماعة، شايفين عجينة مش يابسة، يعني مش جامدة كده وماسكة نفسها، ولا عجينة سايبة خالص. هغلفها كده بالزيت وهسيبها لحد ما تخمر. هنغطيها طبعا ونسيبها في مكان دافي لحد ما تختمر معانا. اهو شايفين يا جماعة العجينة اختمرت معايا بسم الله ما شاء الله، وحجمها اتضاعف لحد ما لزقت في الطبق. بعد كده معايا صينية حاطة عليها كده رشاها بالنخالة بتاعت الدقيق او الردة دي، ودي بتتباع عند العلافين. بعد كده معايا طبق صغير فيه دقيق، هنبتدي نجرس العيش او نقطعه كده كور سوى بعض بالشكل اللي انتوا شايفينه كده. لو انتي اول مرة هتعملي العيش ده زي ما قلت لك ممكن في نص كيلو تجربي وتقطعي العيش كور صغيرة علشان يطلع معاكي مظبوط. اهو زي ما احنا شايفين بعد ما جرسنا كمية العجين اللي معانا بالشكل ده هنسيبها ترتاح حوالي ربع ساعة. ودي خطوة ضرورية للعيش علشان ناخد منه نتيجة حلوة وكمان ما يتعبناش اثناء الفرد. ده على العيش ربع ساعة حطيت رشة من الردة زي ما احنا شايفين، وهحاول كده ابطط العيش بايديا بس بالراحة كده وبخفية، يعني ما نضغطش عليه جامد. ولو انتوا وصلتوا معايا في الفيديو لحد هنا ونسيتوا تحط اللايك، حط اللايك فضلا وليس امرا. لو حسيتي باي تلزيق في العجينة ممكن تمسحي ايديكي بالدقيق زي ما انا عملت زي ما انت شايفة كده معايا. بعدين هجيب النشابة او المردنة بتاعتي او الفرادة وبرضه همسحها كده بالدقيق زي ما انتوا شفتوا، وهفرد من النص لبره من النص لبره. وبرضه هنفرد بالراحة وبخفية، مش هنضغط على العيش عشان ما نخرجش الهواء اللي فيه. وبعد كده ما نرججهوش من النص علشان ما ينشفش معانا وينفخ ويجب معانا زي ما هتشوفوا معايا كده في الفيديو.
اهو كده بعد ما فردنا الرغيف بالشكل اللي احنا شايفينه. معايا صينية كده مش مدهونة اي حاجة، هشيل الرغيف بالراحة كده زي ما احنا شايفين وهحطه في الصينية بالشكل ده اهو زي ما احنا شايفين. ابتديت افرد معاكم واحد تاني كده برضو فردته بايديا وبرضو بالراحة وبخفية خالص. بعد كده هستخدم من الشابة او المردنة. لو حسيتي انه بيلزج معاكي ادي ان الشابة كده مسحة دقيق خفيفة وبتفردي من النص لبره، من النص لبره، وتحاولي انك ما ترججيش نص الرغيف علشان ينفخ معاكي ويديكي نتيجة حلوة. وهنشيله بعد كده بالراحة ونحطه في الصينية. على ما نعمل الرغيف ده والرغيف التاني هيكون أول رغيف فردناه ارتاح معانا، فهنبتدي بيه هو في التسوية. شايفين اهو شكله. عملت اهو بعمل معاكم واحد تالت كده على السريع وبعدين هندخل على التسوية على نار متوسطة على البوتاجاز. حطينا الصينية بالشكل ده، واول ما هيبتدي يشمع معايا الرغيف كده واحس انه خلاص هيدخل اهو بالشكل ده في مرحلة سوا، بشيله كده واخده واحطه تحت الشواية. انا مش مستخدمة فرن خالص يا جماعة. اهو يا جماعة انا دخلت الصينية تحت الشواية على نار عالية، طبعا مع المتابعة المستمرة. انا هلف الصينية علشان وش الرغيف ياخد لون اهو بالشكل اللي احنا شايفينه كده. اهو هنسوي واحد تاني مع بعض. حطيته كده على نار متوسطة برضو، اول ما هيشمع هندخله تحت الشواية. اهو الرغيف بعد ما شمع انا حطيته تحت الشواية، بس هنا الاضاءة للأسف كانت مش واضحة، بس هتلاحظوا بان الرغيف بينتفخ وبيظهر اهو، بيعلى وبيظهر من الصينية. واخدين بالكم اهو. اهو حاطين واحد على عين البوتاجاز كده هيشمع وندخله تحت الشواية. وشايفين ده بسم الله ما شاء الله، ده اللي كان تحت الشواية. شايفين الحلاوة والجمال يا جماعة. يلا شجعونا بأحلى لايك، أحلى لايك لأحلى عيش. هفرد معاكي كده واحد برضو هنفرده على ردة، بس انا هنا دهنت ايديا دهنة زيت خفيفة. وبرضو هفرد الرغيف كده بايديا وهدهن النشابة او المردنة مسحة زيت خفيفة، وابتدي افرده برضو بخفية كده وبالراحة. انا خفيت الردة من حواليه يا جماعة شوية، وهبتدي افرد بالشكل اللي احنا شايفينه من النص لبره. لو انتي ما عندكيش دقيق التموين ده هتفردي هتعملي العيش برضو بالدقيق الابيض اللي هو متعدد الاستخدامات، بس هتضيفي عليه معلقة كبيرة من الردة الناعمة وهتفردي برضو على ردة. هنشيله كده ونحطه في الصينية بالراحة ونسويه زي العيش الأولاني. انتي لو ما فردتهوش على ردة وفردتي على دقيق هيتحول معاكي لعيش شامي لو انتي مستخدمة الدقيق الأبيض. شايفين حلاوة العيش وجماله يا جماعة؟ شايفين الحلاوة والجمال؟ ده كله من كيلو دقيق، الدقيق اللي بنجيبه على بطاقة التموين. شايفين حلاوة العيش كده مفتوح وجابب معانا وشكله يفتح النفس يا جدعان، يعني يتاكل حاف كده. بتغطيه علشان يرد من حرارة الفرن. شايفة الطراوة بتاعت العيش؟ شايفة حلاوته كده وجماله؟ بنجيبه احيانا كده بالبطاقة، استغفر الله العظيم، يعني ما يتاكلش، لكن احنا عاملينه في البيت. شايفين الحلاوة والجمال بتاعته، ضامنين نظافته، ضامنين عاملينه ازاي. ولو عجبكم الفيديو لايك ومشاركة كتير مع اصحابكم علشان اكبر عدد يشوفوا، وخدوا لفة في القناة. لو عجبتكم اعملوا لنا اشتراك علشان القناة تكبر بيكم يا احلى عيلة واحلى اخوات. اشوفكم في الفيديو القادم ان شاء الله. السلام عليكم.